الفرضيات المحتملة للعملية زعما كيفاش يمكن العملية صارت بخلاف يعني اللي سمعناه والفيرسيون اللي فيرسيون اللي اليوم حتى تو نشوفوا الفرضيات الممكنة. تفضل. انفجار الحافلة التي تقل الأمن الرئاسي والتي كانت متواجدة في نهاية شارع محمد الخامس مع شارع الحبيب بورقيبة وعلى بعد أمتار من وزارة السياحة ووزارة الداخلية. 3 فرضيات ممكنة للأسباب الكامنة وراء الانفجار. أولا، أن تكون هناك قنبلة قد زرعت في الحافلة التي تقل الأمن الرئاسي، وهي فرضية ضعيفة لأن الحافلة خرجت من مقر رئاسة الجمهورية، ومن المفترض أن تكون قد خضعت لعملية تفتيش دقيقة. الفرضية الثانية، تحتمل أن يكون منفذ العملية قد فجر نفسه داخل الحافلة، لكن يطرح هنا السؤال: كيف يمكن أن يتواجد عنصر إرهابي بين مجموعة الأمن الرئاسي؟ الفرضية الثالثة تقول أن سيارة من نوع ميتسوبيشي بيضاء اقتربت من حافلة الأمن الرئاسي وألقت جسما متفجرا، ثم فتح عددا من راكبيها النار على الجسم الملقى ليحدث ذلك انفجارا في الحافلة، وهي فرضية تداولتها بعض وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان. تبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى تقدم وزارة الداخلية الرواية الرسمية للواقعة.